ورجعنا تاني للكلام اللي ملوش لازمه. باسم مرسي اتنسى. باسم مرسي يعني كرويا اتقضى عليه او هو قضى على نفسه. عرض نفسه على انديه كتير جدا، محدش اصلا وافق او حتى اداله امل ان هو ممكن يمضي معاهم. فقال لك اعمل ايه؟ شفت المثل اللي كان بيقول يا ابويا علمني حاجه، قال له تعالى في الفاضيه وتصدر. باسم مرسي عمل كده. باسم مرسي بيقول انا لما كنت في الزمالك كانت لعيبه الاهلي، انا لما كنت في الزمالك وكنا بنيجي نلعب الاهلي كانت لعيبه الاهلي بتخاف وتعيط في اوضه اللبس. اكتر جيل اتهزم من النادي الاهلي، واكتر جيل النادي الاهلي كان عامل عليه ريمونتادا وعامل عليه واخد بطولات منه. يا باسم لو كنت ناس افكرك انك انت تلعب بالنار، ما تلعبش مع جماهير الاهلي، ما تلعبش مع النادي الاهلي، مع لعيبه الاهلي. بلاش ان انت تعمل فتنه بين جماهير الاهلي والزمالك في الوقت ده اللي الكل بيتكاتف فيه مع منتخب مصر، الكل ايد واحده. يا باسم بلاش. افتكر ان كلنا عمالين نقول لك بلاش. فللاسف الشديد انا كمان مش بعتب على باسم قد ما بعتب على المذيعين اللي هم عايزين يعملوا ترند وبيجيبوا واحد زي باسم مرسي ان هو يتكلم في الاعلام. تعالوا معانا للنادي الاهلي وتعييناته لجهاز فني بقدر. تعالوا بقى نشوف ابناء الاهلي فضلوا مصالحهم، يفضلوا مصلحه النادي الاهلي على مصالحهم الشخصيه. ابناء النادي الاهلي اول كلهم كانوا شغالين، لكن لما النادي الاهلي احتاجهم كلهم لبوا الندى وكلهم تحت امر النادي الاهلي. الحاجه التانيه بكره ان شاء الله منتخبنا القومي او منتخب مصر هيلعب مع اثيوبيا في تصفيات كاس العالم. كل التوفيق لمنتخب مصر، كلنا ورا منتخب مصر، كلنا ورا منتخبنا، ورا العميد حسام حسن. ان شاء الله الفوز لمنتخب مصر.